السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. فيديو جديد ونهار جديد، نتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الظروف واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله وصفه جديده ومكون جديد سحري ان شاء الله، نظرا لطلب العديد من الاخوات. قالوا لي يا حياه حطي لنا شي وصفه ديال ارتفاع الضغط، وصفه ديال يعني الكوليسترول، وصفه ديال التنحيف. يعني هذا المكون في الصراحه سحري ومنجم، فيه منجم من المعادن والفيتامينات. هانتم غتعرفوا عليه ان شاء الله. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي واحد لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا. وبطبيعه الحال الى عجبكم المحتوى واللي من عشاق هذا المحتوى الصحي الطبيعي، انضم لعائلتنا باش تولي ان شاء الله العائله ديالنا كبيره ويستافد الكل. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب لتعم الفائده على الكل. ما نطولش عليكم، ندوزو لشرح المكون السحري ديالنا ديال اليوم. يلا اجيو معايا. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، قبل ما نبدا الوصفه ديال اليوم كنشكر الناس دائما اللي متبعاني ودائما اللي كتخلي شي تعاليق زوينه، كتزيد تحفزني وكتزيد تعطيني نبحث ونعطي ما عندي ان شاء الله. شكرا لكم بزاف من القلب من القلب، وبلا بكم راه ما غاديش نكونوا، وبلا بكم راه ما غاديش نستمروا فعلا. يعني التعليقات ديالكم كيحفزوني كي يعني كيعطيني واحد الحافز انني نوض ونسجل فيديو. شكرا لكم بزاف بزاف. والمكون اليوم اللي غنهضروا عليه هو الشعير. يعني هذا كل شيء كيعرف الشعير والقيمه الغذائيه ديالو، يعني قيمه غذائيه كبيره، منجم من المعادن، غني بالفيتامينات، غني بالكالسيوم، غني بالحديد، غني بالمغنيسيوم. يعني اش غنقول لكم، يعني هو الغذاء الاول للانسان. راه يعني يفوق اضعاف المعادن والفيتامينات اللي كاينه في القمح. هذا الشعير هو الاول فيهم، يعني هو التغذيه الاولى للانسان. كانوا كيعتقدوا ان الشعير فقط للحيوان اعزكم الله، ولكن الشعير يعني اش غنقول لكم منجم من المعادن، منجم من الفيتامينات، يساعد الناس اللي عندهم الكرش وبغاو يضعفوا، يساعد على التخسيس. يعني بطبيعه الحال ماشي غنديروا هذا المكون وغنقولوا غنضعفوا، لا، طبيعه الحال بمرافقته مع نظام طبيعي، نمط عيش طبيعي صحي، مع الرياضه. يعني هاد الامور كلها كتماشى مع بعضياتها باش نحققوا النتيجه اللي بغينا حنايا. وكذلك بالنسبه للوليدات الصغار زوين بزاف نعطيوه لهم، يعني هكا في الخبز او يعني بحال نصيبوا امنوا بزاف. مازال غنحط لكم وصفات ان شاء الله من الشعير ان شاء الله غتعجبكم. هذا كل هذا الشيء اللي كندير انايا الوليدات الصغار وحتى لكم نتوما كبار، ولكن اليوم هذا المكون للناس اللي عندهم كوليسترول، الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط، الناس اللي عندهم نسبة السكر في الدم يعني طالعة. هذا كيساعد على تخفيض نسبة السكر في الدم، كيساعد على يعني خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ارتفاع ضغط الدم. الصراحة شي حاجة زوينة بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه، ونتمنى ان شاء الله يعني تستافدوا معايا في هذا المكون. وما تستهنوش بالشاعر، لان فعلا الشاعر راه شارح نفسه يعني منذ القدم ان الشاعر شي حاجه اللي يعني خارقه للعاده. يعني بلا ما نبقى انا ماشي مختصه او لا شي حاجه، ولكن المكون راه شاكر نفسه. المهم ندوزو لطريقه التحضير كما كتشوفوا، يعني سهله مهله. هادو ممكن تعطيو حتى للوليدات الصغار هاد الوصفه، ماشي مشكل. كنديروه في واحد الكاسرونه كما كتشوفوا. صالح حتى الروماتيزم، يعني الناس اللي عندها الروماتيزم، يعني الا داومتوا على هذه الوصفه ان شاء الله ما غاديش تضركم نهائيا وابدا. بالعكس غتعطيكم الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم، غتعطيكم واحد الطاقه، غتعطيكم واحد الحيويه. غير جربوه وردوا عليا الخبر وتبعوا هذه الوصفه غير سيمانه، يعني مده اسبوع، وغتلاحظوا الفرق. وقولوا لي يا حياه شكرا ليك راك عطيتينا هذه الوصفه. وما كنتسنى منكم والو، فقط دعموني في القناه فضلا وليس امرا. غناخذ الماء كما كتشوفوا، وغادي نخوي عليه اطرو ديال الماء، كاس مع اطرو ديال الماء. غادي نديرو فوق البوطه كما كتشوفوا، غادي نديرو فوق البوطه
حتى غير طلع ليا الغليه، غير يغلى، ما غنخليش يتبخل لا، غير يغلى وغادي نطفي عليه باش نشوفوا طريقه الاستعمال كيفاش نستعملوه. يلا ما تزافبوش، خليكم معايا. كما كتشوفوا من بعد ما طلعت هذيك الغليه كما كتشوفوا، غنخليه ان شاء الله حتى يبرد، غنخليه حتى يبرد. ها هو غنخليه حتى يبرد وغادي نصفيه ونديرو في هذه القرعه ونديرو في الثلاجه، ضروري في الثلاجه لان كيفسد. طريقه الاستعمال هي قبل الوجبات، بغيتو تستعملوا غير قبل الفطور مزيان، بغيتو تستعملوا 3 المرات في النهار كان احسن والنتيجه غتكون اروع وغيفيدكم بزاف بزاف. بالنسبه يعني الناس اللي باغا دير تخسيس الباطن، او الناس اللي عندها ارتفاع الضغط، الناس اللي عندها ارتفاع الكوليسترول، يعني هذا بطبيعه الحال مع ريجيم صحي طبيعي. يعني هذا الشيء، هاد الوصفات الطبيعيه كنعاونوا بهم، وان شاء الله هذا مكون اللي غيساعدكم بزاف بزاف. ممكن نعطيوه حتى للوليدات ما فيها باس، ولكن قبل الوجبات، يعني مثلا قبل الفطور نستعملوه ونبقاو نص ساعه عاد نفطروا، يعني راه كيخفض نسبه السكر في الدم. نتمنى نكون كنت خفيفه عليكم اليوم، ونتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الوصفه، وكنتمنى تجربوها. راه ما غاديش تضركم، تاكدوا مزيان، راه ما غاديش تضركم ان شاء الله. ولا عجباتكم خليوها لي في التعاليق، وشي لايك وتعليق محفز للقناه. وشكرا لكم على المتابعه، السلام عليكم، وصفه جديده ان شاء الله، مع السلامه.